يا صباح الفل، يا صباح التفاؤل. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد واملنا في الله بيزيد. عندنا النهارده فيديو حلو قوي، بس عايزه اقول لكم لا كان على البال ولا على الخاطر. انا بقى كنت صاحيه براحتي كده ومش ورايا حاجه، وقلت يلا بقى مش هناكل ايه، مش هطبخ النهارده وهعمل اي اكله خفيفه كده ايه ناكلها انا والعيال، عشان خاطر جوزي كلمني قال لي انا هتغدى بره في الشغل. قلت يلا حلو قوي، ويوم بقى راحه كده وايه ويلا اعمل كوبايه نسكافيه حلوه كده جامده كده وخلاص، ومش هعمل اكل. جالي التليفون وطبعا ما فيهاش راحه. قال لي لا انا مش هعرف اتغدى بره، انا جاي ومعايا إيه واحد صاحبي، ويا ريت تعمل لنا اكل كده ايه على السريع. اعمل ايه بقى؟ انا ما كانش في دماغي اي حاجه خالص. فقلت اشرب كوبايه النسكافيه الحلوه دي وامخمخ كده واشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. هنعمل اكله حلوه قوي جميله سهله سريعه، بس فيها شويه تكات كده هتعجبكم قوي ان شاء الله. عملت كوبايه النسكافيه. بصوا عايزه اقول لكم الفوم العسل ده من المضرب الهاند بلندر فظيع يا جماعه، بيعمل احلى كوبايه نسكافيه ممكن تشربوها. جربوه من غير بقى مضرب نسكافيه نجيب ولا حاجه. يلا كده نسمي بسم الله. حطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لأول مره بتشوفوني، وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. جبت بقى الكبه وحطيت فيها يعني نص كده حزمه من البقدونس، وهقطعها كده، وهحط معاها فلفلايه حمراء انضفها الاول واحطها معاها كده، وكمان معايا بصلايه 4/4 كده كله مع بعضه في الكبه. هجيب كمان فصين كده من الثوم، برضو هقشرهم واحطهم بحالهم كده عادي. وبعدين هضرب بقى الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه. هفرمهم بقى ناعم. يا سلام على كوبايه النسكافيه، والله هي اللي نسيتني المكالمه بتاعت جوزي دي. يلا بصوا بقى نزلتها، وهحط عليها كيلو من اللحمه المفرومه. هو بصراحه مش هيبقى غدا قوي يعني، هو عشاء يعني متاخر شويه، كان على الساعه ايه 8:30 9 كده. حطيت عليها كيلو كده من اللحمه المفرومه، بس يكون فيه كده نسبه من الدهن، ما يبقاش احمر قوي. واحط معاها علبه كده من الزبادي اللي هي الكبيره، لان ده طبعا كيلو لحمه مفرومه. يعني لو نص كيلو مثلا هتحطي علبه زبادي ايه اللي هي صغيره. ما تستغربوش الزبادي، جربوا الوصفه دي بس كده زي ما هي كده وشوفوا الجمال والطعامه والحلاوه. هبخرها بقى، احط كده معلقتين صغيرين ملح. التوابل دي بقى دي بتاعتك انتي بقى، اللي انتي حابه تحطيه حطي. انا يعني بقولك انا عملتها ازاي. حطيت كده معلقه فلفل اسود، وحطيت معلقه بابريكا، وحطيت معلقه من البصل البودره، ومعلقه توم بودره. وكنت عايزه احط بهارات كفته، بس ما كانت خلصت من عندي، كانتش عندي فحطيت. كان عندي اللي هو ال11 بهار ده، حطيت منه برضو ايه معلقه. هقلبهم كده مع بعض كويس، بس انا قلت ايه ما اديهم بقى لفه في الكبه عشان تسمخ كده، وتطلع الخيوط بتاعه اللحمه، وتظبط كده ايه القوام بتاعها معايا. كبه مطرحه اصلا الخلطه بتاعه الخضار. عايزه اقول لكم الخلطه بتاعه الخضار دي مع الكفته رهيبه رهيبه رهيبه. وزي ما شفت انا لا صفيت البصلايه ولا حاجه، هي ولا هتفك ولا اي حاجه، وهتبقى جوسي كده وطريه وخطيره خالص. يلا بقى هديها كده لفه محترمه في الكبه، هلاقيها سمغت كده معايا وبقت حلوه قوي. ممكن تضربيها بايديكي كده ضربتين 3 كده محترمين، لغايه ما تلاقيها بدات ايه تلم معاكي شبه العجينه كده. شايفين نفس الشكل ده كده بالظبط. والله بقى عندك وقت والدنيا معاكي كده ايه براحتك، هتدخليها التلاجة كده ايه نص ساعة او ساعة قبل ما تصبعيها. طبعا زي ما انتوا عارفين بقى انا مستعجلة عليها، علشان خاطر لو جه في اي وقت فخلاص هشتغل بيها على طول. هجيب بس طبق صغير احط فيه كده شوية بابريكا وشوية زيت، وهقلبهم كده مع بعض. وهجيب بقى الصينية اللي هصبع فيها، ويستحسن يعني انها تكون ألمونيوم عشان خاطر التيفال بيحرق الحاجة شوية. صبعي بقى على اي حاجة انت حباها بقى، يعني على عصيان الشيش طاووق، على مسن، على معلقة، زي ما انت حابة، بس عشان تبقى مفرغة من جوه كده وحلو. وهاخد بقى باللي ايدي كده بالصوص اللي انا حضرته له البابريكا والزيت، وهاخد بقى ايه قطعة كده، واحاول بقى اخلي عيني ميزان كده، واخد ايه كل قطعة قد التانية بالتقريب يعني.
انا بحب صباع الكفته يبقى كبير وتخين كده محمل كده، بيبقى طعمها حلو قوي. الرفيعه دي بتنشف وما بتبقاش حلوه. هصبعها بقى كلها. ممكن على فكره يعني بعد ما تصبعيها تحطيها في التلاجة شويه، يعني مش هتحطي العجينه بقى، تحطيها بعد ما تتصبع. وفي المرحله دي بقى لو مثلا عايزه تعينيها في الفريزر مثلا، بعد ما تصبعيها كده تحطيها في الطبق اللي هو الفبر ده، وما بين كل طبقه وطبقه كده نحط كيسه من اكياس التلاجة، نفتحها كده عشان خاطر ما يلزقوش في بعض بعد ما يتفرزوا، وتطلعيها على التسويه على طول. يعني لو بتشتغلي وعايزه ترجعي مثلا بتفكري مش عارفه تعملي اكل ايه، هتبقى سهله معاكي. كمان مثلا لو مسافرين مصيف او حاجه برضو بتبقى لطيفه وحلوه قوي. بطلعها كده متلجه، مش بخليها تفك ولا حاجه. بطلعها مثلا على التسويه على طول. سخنت الفرن بقى على اعلى درجه حراره عندك، وخليتها سخن كويس قوي قوي. وعلى ارضيه الفرن على الصاجه رميت بقى 3 بصلات كده، ومعاهم 3 طماطمات، معاهم كده قرنين فلفل احمر. بصوا حتى الدخنه طالعه اهي، الخضار بيعمل تش كده اول ما بحطه في الفرن. حطيت كده وحدتين كده فلفل شطه، وحوالي فصين 3 كده من التوم بقشرهم عادي. خلاص، وهسيبهم بقى يتحروقوا خالص كده، ويتشووا ويتحروقوا على السكر. خلاص خلصت الكفته. بقيه الصوص بقى اللي عندي هدهن بيه الكفته كده من على الوش يعني. عايزه اقول لكم بقى الخلطه دي بتدي ريحه جميله قوي، وبتدي لون حلو قوي قوي للكفته. ما بتبقاش طالعه كده تحسوا ان هي لونها جراي او رصاصي كده، لا لا لا، بتبقى لونها محمر كده وحلو قوي. والبابريكا كمان المدخنه دي بتدي طعم دخنه كده حلو قوي. معلقه سمنه بلدي بقى، حطيتها كده معلقه صغيره، هي كده كده الكفته عندي فيها دهون، بس معلقه صغيره كده بتدي ريحه حلوه قوي. وحطيتها على الشبكه فوق الخضار كده اللي بيتشوي وبيشكشك ده، وهسيبها تستوي. خلي بالكم ما تاخدش وقت خالص لان الفرن عالي قوي، والشبكه في الرف اللي في النص. ما تقلقوش من الخضار، سيبوه يشكشك ويتحروق ويدي اللون الجميل ده. عايزه اقول لكم ريحته بقى يا خراشي تفتح النفس. على بال بقى ما يخلصوا انجز نفسي كده واعمل شويه سلطه طحينه. حطيت شويه طحينه خام كده، وحطيت عليهم شويه ميه سخنه، وهقلب بقى. حطيت شويه بشويه وهقلب لحد ما اشوف القوام اللي انا عاوزاه. بس خلوا بالكم يعني الميه السخنه بتخنق شويه، يعني يعني انا بقلب ممكن الاقيها مثلا خفيفه، لا هي لما بتبرد بقى بتتقل، يعني قوامها بيتقل شويه. حطيت شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه كمون، وشويه كزبره، ورشه بسيطه خالص من الثوم البودره. واقلب بقى كويس قوي، وهحط عليها شويه خل. دي احلى واطعم سلطه طحينه هتجربوها في حياتكم. ونص ليمونه كده، وهقلب. وخلاص كده ظبطت القوام بتاعها وملحها وكل حاجه بقت تمام التمام. هخلصها واركنها برضو في التلاجة لحد ما بقيه الاكل يخلص معايا. عايزه اقول لكم الاكل ده ما خدش معايا اصلا، بتحضيراته بسلطاته بحاجاته ما خدش معايا نص ساعه. اسهل حاجه بصراحه قلت اعملها، مش هتاخد معايا وقت. وما فيش حد ما بيحبش المشويات يعني، وينفع في العشاء كمان، ينفع في الغدا زي ما شفت. حطيت عليها معلقه كده من الصوص الاحمر اللي دهنت بيه الكفته ده، يعني زوقتها كده على الوش. بصوا شايفين الكفته اهي بتستوي معايا. عايزه اقول لكم ما خدتش ربع ساعه في الفرن اصلا. وطلعت بقى الخضار بعد ما شكشك وريحته اتشوت كده واتحروقت كده. جميل. تعالوا بقى نشوف هنعمل بيه هنعمل بيه سلطة. هي غريبة شوية، بس يعني عايزة اقول لكم هتسيبوا الكفتة وتسيبوا كل حاجة، وهتغمسوا السلطة دي بالعيش. طعمه خطير، طعمه حلو قوي. وبيتقدم كده في المطاعم السلطة دي، يعني اللي بينزلوها قبل ما بينزلوا الاكل بتبقى تحفة. المهم نضفت الفلفل كده وشلت منه البذر، شلت منه البذر. حطيته في الكبة كده. وكمان نضفت التومة يا دوب بس بقشر القشرة بالراحة كده، بتطلع معايا سهلة خالص. وكده كده هو مستوي زبدة بصراحة، بيطلع معايا سهل خالص. حتى البصلاية كمان، بصوا يا دوب بس بشيل حتة قشرة من على الوش، الاقي البصلاية نطرت كده وطلعت معايا، والقشرة فصلت منها. تمام. بصوا بقى يعني حطيتهم كده كلهم على بعض،
وهديهم ضربه في الكبه، بس ضربه خشنه، يعني انا مش عايزاهم ينعموا خالص، يا دوب ضربتين بالظبط ونزلتهم على طول. قسمتهم كده. انا حبيت بقى فكره ان انا ايه اقدم الكلام الجميل ده في الطواجن الفخار ده، ايحاء بقى ان هو بقى ايه شغل ايه فاخر من الاخر يعني. قسمتهم كده على 2 طاجن، وهحط عليهم بقى رشة ملح، رشة فلفل اسود، ورشة كزبرة، ورشة كمون، حاجات بسيطة خالص. واحط لهم كمان كده على الوش كده ايه يعني معلقة زيت كده ولا حاجة. معلقة الزيت بقى علشان ايه هو لونه كان مطفي كده من الخضار طبعا، فمعلقة الزيت دي بقى هتلمعه كده وتخليه حلو قوي. وهقلب بقى كده وادخل كل المكونات في بعضها وخلاص. عايزه اقول لكم تحفه تحفه يا جماعه فوق ما تتخيلوا، بتتغمس بالعيش كده جنب اي اكل، حلو قوي بصراحه. بصوا بقى يا سلام على الجمال. لقيت عندي بقى في التلاجة انا مكنتش محضره طبعا اكل، فلقيت عندي بس في التلاجة كده بواقي ايه طماطم كده، وكان في شطه وكان في خيار. قمت جايه وكان في طبعا شويه بقدونس باقيين من الكفته، فقمت جايه يعني مقطعه كله على بعضه معاهم بصلايه وخل وليمون وملح وكمون، وقمت جايه مقلباهم كلهم وعملت شويه سلطه خضر. الكفته بقى طلعت معايا خراشي قمر يا جماعه، قمر وريحتها خطيره. جوزي كان جه بقى ووصل فقال لي الريحه خيال، قلب البيت كله من تحت. حطيت فحمايه بقى وجبت العيش البلدي الخطير بتاعنا ده، قمت جايه حطاه على وش الكفته كده بالشكل ده ياخد من طعم وريحه الفحم واجواء الشوي الجميله بقى. قلت برضو هغير في فكرة التقديم شوية، مش هحط في اطباق عادية. حطيت في اطباق بقى اللي هي البيضة الفبر دي، وغلفتها بالفويل واحط عليها فرشة بقدونس زي بتاع بره بقى، يعني اكننا شاريين الاكل كده من بره. وهرص فيه بقى الكفتة الجميلة دي. عايزه اقول لكم بقى ما كشتش ما نشفتش، طرية جوسي من جوه كده يعني، ولا نشفت ولا اي حاجة خالص. وبصوا لونها حلو قوي من البابريكا. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده تفتح النفس. كان نفسي تبقوا شامين ريحتها وتدوقوها وتشوفوا طعمها كان عامل ازاي. جربوها هتدعولي والله طعمها خطير. بصوا بقى الجمال، بصوا طريه وجوسي ازاي، فظيعه. مع العيش البلدي مع الصوص المشويات اللي انا حضرته ده هتعجبكم قوي يا جماعه والله العظيم. جربوها في اي وقت في اي عزومه هتعجبكم قوي ان شاء الله. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو باي حاجه بسيطه، وجربوها بالطريقه دي وهتدعولي. استنوني بقى ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.